يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد موقن بالعرض على الله عز وجل، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اجتباه على فترة من الرسل فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، وجمعنا به في أعلى مراتب الجنة لا خزايا ولا ندامة. وأكرم الله عز وجل هذه الأمة بفرج قريب عاجل غير آجل محفوف بخفي ألطاف الله. وبعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومراقبته مراقبة عبد معروض على الله في يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يقول ربنا سبحانه في محكم التنزيل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيها الشباب، اعلموا عمن تأخذون دينكم سلسلة نفتتحها بإذن الله عز وجل في هذا اليوم. خفضوا الصوت أثابكم الله. سلسلة نبدأ بها بحمد الله عز وجل، والسبب أن سهام الغادرين الحاقدين التي توجهت عبر الإعلام والسياسة وغيرها إلى صدور الشباب هي اليوم تنشط في الجامعات والمدارس وتستهدف هذه الفئة الكريمة العظيمة التي عليها بعد فضل الله عز وجل معقد الآمال. أيها الشباب، أعيروني عقولكم. الحديث اليوم عن جماعة ضالة مضلة يسمون أنفسهم القرآنيون أو أهل القرآن أو أهل الذكر، ينادون بترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون: إيش نريد من السنة؟ حسبك القرآن، خذ من القرآن الكريم واترك كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائل: ما وصله هذا الأمر؟ الشيخ يضرب في المستحيل، هذا ما سمعناه، لكن ابنك سمعه وبنتك سمعته ونحن أيضا سمعناه من دعاة الجهل والضلال. أيها الناس، إذا كان السياسيون قد اكتشفوا بعد مدة طويلة كوهينا واحدا، فإن في الأمة اليوم العشرات والمئات من هؤلاء الذين يهدمون بنيان الإسلام العظيم
بدقة متناهية وكنترول موجود في عواصم الغرب. ظهرت بوادر هؤلاء أيام المصطفى بعد أن تعطر المجلس بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تكن منظمة مهيكلة. ذلك أن عبد الله بن عمرو رضي الله عز وجل عنهما ابن العاص، واحد من السبعة المكثرين من الحديث، كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. فقيل له: يا عمرو، أتكتب عن رسول الله وهو بشر يقول في السخط والرضا؟ حمل عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القالة، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اسمع الآن يا عمرو، اكتب فوالذي لا إله غيره، وأشار إلى لسانه: لا يخرج من هذا إلا الحق. اكتب عن رسول الله فإنه لا يقول إلا الحق. واقرأ قول الباري عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. معاشر الشباب، لابد أن تحصنوا عقولكم اليوم، ونحن ما عدنا ندري من أين تأتينا سهام الغدر، من خلفنا ومن أمامنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اكتب فوالذي لا إله غيره لا يخرج من لساني إلا الحق، صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم كان ظهور هذه الفرقة المارقة علانية في نهاية القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث الهجري، يعني في فترة تدوين السنة، في فترة الأعلام العظام الكرام الذين أسأل الواحد الأحد سبحانه وتعالى ونحن نقرأ شيئا من تراجمهم أن يجمعنا بهم في أعلى مراتب الجنة. أتكلم عن البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم. أتكلم عمن حفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلتنا دقيقة بينة غضة طرية، كأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سنن الترمذي رحمه الله عز وجل: من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. نعم، نحن اليوم في الخط الأول من خطوط الدفاع، ندافع عن هذا الدين العظيم. ثم إن هذه الفرقة ظهرت في هذا الزمن والتوقيت، ثم دثرت إلى القرن التاسع الهجري، ثم نشطت في القرن التاسع الهجري، ثم دثرت. وفي القرن الماضي قرن الهزائم وقرن الخزي والعار ظهرت هذه الفرقة جليا واضحا في مدينة لاهور في باكستان، وكان مؤسسها الضال المضل عبد الله الجكراولي، وكان له تلامذة كثر. كان آخر هؤلاء التلامذة المسمى غلام جيلاني برق. وهذا وضع كتابا انتشر كالنار في الهشيم، اسم الكتاب دو إسلام، يعني إسلامين: إسلام القرآن وهذا يؤمنون به، وإسلام السنة وهذا ينفونه نفيا كاملا قاطعا. ثم ورث هؤلاء الضلال مصري أمريكي الجنسية، دكتوراه في الزراعة، اسمه رشاد خليفة، ألف كتيب صغير اسمه 19، تحدث فيه عن معجزة رياضية في القرآن. ابتدأ بحروف البسملة وجعل يتنقل بين آيات القرآن في رمز 19، وقد قرأت هذا الكتاب في نهاية القرن الماضي، كتيب صغير. ثم إن رشاد هذا بعد أن كتب هذه المعجزة واكتشفها قال: محمد نبي وأنا نبي. ادعى النبوة في نهايات القرن الماضي، ثم هلك في شقته في لندن. أيها الشباب، لكنهم اليوم
عادوا ينشطون في الجامعات والمدارس والثانويات وعلى مواقع التواصل ويدعون الناس إلى ترك السنة وهجر السنة، ويشككون الناس في كلام المصطفى فداه أبي وأمي، ويسمون أنفسهم زورا وبهتانا وضلالا القرآنيين أو أهل الذكر أو أهل القرآن الكريم. أيها المسلمون، ليحصن كل أب أبناءه وبناته من هؤلاء، وليراقب كل أب أبناءه وبناته إذا خرجوا وإذا دخلوا، فنحن اليوم لسنا في أيام جدك وجدي، نحن اليوم في عالم مفتوح. يستطيع ابنك وبنتك أن يحمل أي كتاب من الشبكة العنكبوتية على جواله بضغطة أنتر فقط. عليك أن تراعي هؤلاء وأن تراقب هؤلاء وأن تحصن نفسك أولا ثم تحصن هؤلاء ثانيا. أيها المسلمون، هؤلاء بدأوا بمشروعهم المخيف بإنكار السنة أولا، أنكروا السنة كلها أو أنكروا جزءا منها، منهم من أنكرها جملة كاملة ومنهم من أنكرها تفصيلا، فقال أما المتواتر فنأخذ به وأما الآحاد فلا نأخذ بها. كيف نتعبد الله بحديث جاءنا عن واحد من أصحاب رسول الله يخطئ أو يصيب وراحوا يستدلون بعشرات الأدلة؟ وفي الحديث يقول حبيبكم بعد أن تصلوا وتسلموا عليه، الذي رواه الإمام الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي حسن صحيح. قال المصطفى فيما يرويه المقدام بن معدي يكرب: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا هل عسى رجل متكئ على أريكته شبعان يحدث بحديث من حديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله، ما وجدناه فيه حلالا أحللناه وما وجدناه حراما حرمناه. يقول المعصوم الذي لا معصوم بعده: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. يقول بعض العلماء: أتيت إلى مسجد في أمريكا فدخلت المسجد وله منارات وقبة، وإذا بالمؤذن يؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة. قال: فظننت أن المؤذن نسي التشهد الثاني، وبإجماع الأمة أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله لم يكن مسلما حتى يشهد أن محمدا رسول الله. قال: فقلت للمؤذن: أنت نسيت سهوا؟ قال: لا، ليس سهوا، وإنما أشهد أن محمدا رسول الله شرك. يقول: هذا شرك في مسجد. قال: فلما أقيمت الصلاة صلوا صلاة غير صلاتنا، صلوا صلاة غير صلاتنا. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. رجل متكئ على أريكته شبعان، عنده انترنت، له فرقة ماسونية مخيفة تدعمه، يأتيه من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدناه حلالا أحللناه وما وجدناه حراما حرمناه. أقول لهؤلاء: أنت كيف تصلي؟ القرآن الكريم يقول لك: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أنت كم ركعة تصلي؟ أنت في أي وقت تصلي الظهر؟ من علمك؟ من أوصل لك هذا الحديث؟ إذا كانوا ينكرون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن رجالا حملوها إلينا، فمن باب أولى أن ينكروا القرآن الكريم لأن رجالا أيضا حملوه إلينا. من روى لنا القرآن الكريم ومن أوصله إلينا غضا طريا كأنك تسمعه من فم المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إنهم الصحابة الرجال العظام. وهذه الطريقة الثانية التي حاولوا من خلالها أن يهدموا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فراحوا يطعنون بالصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، لأنهم الطريق الذي أوصل لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فراحوا يطعنون بالسبعة المكثرين: أبي هريرة
رضي الله عنه وأرضاه، عائشة أم المؤمنين، جابر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، يطعنون بهؤلاء، يضعونهم في ميزان الجرح والتعديل ويجرحونهم ويتهمونهم. ألا وإن الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم فوق الخط الأحمر بخطوط حمر كثر، وفداهم أرواحنا وآباؤنا وأمهاتنا. يخرج وضيع صغير في النمسا تحت نظر الصهيونية العالمية يطعن بمعاوية بن أبي سفيان، يخرج قزم صغير في أمريكا يطعن في عائشة أم المؤمنين، يطعنون في الحسن والحسين رضوان الله عليهم. يقولون هؤلاء رجال لا نأخذ منهم حديث رسول الله. ألا وإن أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام أخذوا بخبر الواحد في قضية تحويل القبلة، في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. كان نفر من الصحابة يصلون في مسجد شمال المسجد النبوي الشريف، وكانوا يصلون صلاة الظهر، فجاءهم واحد من الصحابة في مسجد بني سليم، وهو اليوم مسجد القبلتين، والناس في الصلاة وقد توجهوا إلى الشام شمالا في صلاة الظهر أو العصر على الروايات، فقال: أشهد بالله أني سمعت قرآنا أنزل على رسول الله وقرأ الآيات. فتحول الناس من الشمال إلى الشام إلى القبلة الشريفة في مكة المكرمة. الصحابة عملوا بخبر الواحد. يقول نحن لا نأخذ بأخبار الصحابة. أيها المسلمون، الدين كله قائم على أخبار أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإذا هدمنا هذا الركن العظيم هدمنا هذا الإسلام الكريم العظيم. وبشر هؤلاء بقوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن حفظ الله للقرآن والسنة كان بالرجال الذين قال فيهم سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال فيهم ربي عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال بنساء المصطفى صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أجل أمهاتهم. فمن أراد أن يطعن بهؤلاء ليهدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام نقول له: دونك سهمك فاجعله في صدرك، فإنه لن يصل إلى هؤلاء، لأنهم سبقونا بآلاف الأميال ونحن على سنتهم سائرون وعلى هديهم سائرون. قال أنس كما في البخاري: قال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ويحك ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال أنس: فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت أو يحشر المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث. يقول أنس: اسمع الآن: فوالله إني لأحب رسول الله وأبو بكر وعمر وأحب أن أكون معهم يوم القيامة. هذا ما يمثله لنا الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. ثم سار هؤلاء المارقون في الطعن على السلف الصالح التابعون رضي الله عز وجل عنهم وارضاهم. قالوا: ايش سفيان وسفيانين، وايش سعيد بن جبير، وماذا سعيد بن المسيب، وماذا الحسن البصري، وماذا غيرهم؟ هؤلاء رجال ونحن رجال. لكن هؤلاء يا سادة قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، يعني رسول الله وأصحابه، ثم الذين يلونهم يعني التابعون، ثم الذين يلونهم يعني تابعوا التابعين. لكن أنت يا صاحب النرجيلة، أنت يا صاحب الششبيش، أنت يا صاحب المواقع الإباحية، أنت يا من لا تعرف أركان الوضوء على المذاهب الأربعة، أنت وين يا حبيبي؟ أنت فين؟ أقول لك ما قاله المطربون؟ لا، أنت بعيد جدا عن هؤلاء الذين زكاهم القرآن العظيم وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحمل دكتوراه، يحمل بروفيسور، أستاذ، دكتور، محاضر. نقول: خبت وخاب رجاؤك، فشبابنا محصنون من أمثالكم،
وشبابنا يعلمون أن دخول الجنة محظور إلا على من اتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، يعني عن طاعة الله والرسول، فإن الله ما قال لا يحب الظالمين وما قال لا يحب الخائنين، فإن الله لا يحب الكافرين. هكذا بكل وضوح وصراحة. بماذا يستدل هؤلاء يا شباب الأمة؟ يستدلون بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقولون ما حاجتنا إلى السنة طالما أن الله ما فرط في الكتاب من شيء، كله موجود في الكتاب والقرآن الكريم. نقول لهم كم شوط تطوف حول الكعبة؟ يقول 7. أقول لما لا تطوف 9؟ والتسعة أفضل من 7. من علمك كيف تطوف؟ من علمك كيف تسبح؟ من علمك كيف تدفع ربع العشر في زكاة مالك وغير ذلك؟ أليس هو رسول الله؟ أليس هو البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وأحمد بن حنبل وعبد الله بن أحمد وابن المبارك؟ من علمنا؟ أليسوا التابعون والصحابة رضوان الله عليهم ومخرجو الحديث العظام المحدثون الكرماء الفضلاء؟ يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. يأتي إلى الشاب يا حسرتي عنده قليل من العلم، أبو مسلم أم مسلمة، لا يستيقظون على صلاة الفجر، يصومون رمضان، يسهرون طول الليل، هذه ثقافته الحقيقية. يأتيه هذا المشعوذ يقول له القرآن يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولأن صاحبنا لا يحفظ القرآن ولا يقرأه أقرأ على مسامعه وحضراتكم تتمة الآيات. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه آية تصلح للاستدلال على نكران السنة؟ قل ما نريد سنة، الله يقول ما فرطنا. هذه الآية جاءت في الحديث عن الجراد والدواب والطيور أنها أمم أمثالنا ما فرط الله عز وجل في الكتاب من شيء. ثم يأتونك بحديث مخيف. اسمع الآن، أنا مضطر أن أنقل الحديث فقط لأحذر حضراتكم من هذا الحديث المخيف. يقولون قال رسول الله، طبعا زورا وبهتانا، الحديث كذب موضوع مفترى. يقولون للشاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتم به عن حديث عني فاعرضوه على القرآن الكريم، فإن وافق القرآن الكريم فخذوه، وإن خالف القرآن الكريم فضعوه أو فرموه أو فاتركوه. وفي رواية أخرى أيضا ضالة شاذة منكرة يقول ما حدثتم بحديث عني فاعرضوه على العقل. الآن دخلنا في المعتزلة، فإذا قبله فخذوه وإلا فاتركوه. قال الإمام الشافعي في الرسالة كذب موضوع مفترى ليس بحديث عن رسول الله. وقال الخطابي والصغاني والعجلوني وغيرهم من المشتغلين بالحديث قالوا وضعه الزنادقة في البصرة في نهاية القرن الثاني الهجري، والهدف منه ترك السنة النبوية الشريفة. يأتوننا بآية مقطوعة مجتزأة وحديث موضوع مفترى كذب عن رسول الله، ثم يقول لك اترك الآن السنة. الطريقة الثالثة بعد الطعن بالصحابة والتابعين الطعن بالأئمة المجتهدين الأعلام المحدثين الكرام الذين حفظوا لنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويبدأون بأصحاب الكتب الستة: البخاري، مسلم، الترمذي، ابن ماجه، أبو داود، السجستاني، وابن ماجه القزويني، ويطعنون بهؤلاء الكرام العظام الذين حفظ الله عز وجل بهم السنة وحفظ بهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون مسلم ابن الحجاج القشيري هذا ولد عام 209 هجري وتوفي قريبا من 260 أكثر بقليل. يقولون كيف بينه وبين رسول الله 260 عاما، كيف ينقل لنا الحديث؟ فتعالوا نطعن بالبخاري أو مسلم أو ابن ماجه أو الترمذي أو النسائي. أيها المسلمون، نحن الأمة المحمدية المعصومة تفتخر عاليا بمنة من الله عز وجل بها علينا، وهي منة الإسناد. الإسناد هذه النعمة التي لا توجد في دين من الأديان. يحدثونك عن سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، رجل في اليوم نحن 2017 يقول قال عيسى وانتهى الحديث.
أين السند؟ واحد يقول قال موسى، لا إله إلا الله، أين السند؟ أما في هذه الأمة فإذا قلت قال رسول الله طالبناك بالسند الموصل من المخرج إلى راوي الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وضعناهم، لسنا نحن، وضعهم أبو حاتم الرازي، ووضعهم يحيى بن معين، ووضعهم وكيع بن الجراح، وضعوهم في الجرح والتعديل في ميزان الاعتدال الذين يجرحون به الرجال ويعدلونهم. أيها الشباب، يكفي أن تسمعوا هذه الكلمة. كان أحدهم إذا جاء ليأخذ حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد راوي الحديث يخلع عمامته، يعني كذا حاسر الرأس، رجع من سمرقند إلى بغداد ولم يسمع حديثا من هذا الراوي، قلنا له لما؟ قال هذا خارق للمروءة، هذا خارق للمروءة، لأنه حاسر الرأس، كيف نأخذ منه حديث رسول الله؟ أحدهم يأتي ليسمع حديث وإذا بالراوي يقول لدابته تر، قال فنظر إلى يديه وليس فيها حب، فعاد من حيث أتى وقد سار أميالا، قيل لما لم تسمع الحديث؟ قال رجل يكذب على الدابة حري به أن يكذب على رسول الله. هكذا ضبط البخاري ومسلم والترمذي والنسائي حديث محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذوه من علية القوم وأفضل الرجال وأوصلوه إلى شباب كلية الهندسة والصيدلة والطب في القرن 21 غضا طريا مباركا كما أنزل. يقولون نطعن في البخاري ومسلم والترمذي وانتهت القضية، بعد أن يئسوا من الطعن في الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. يا أيها الإخوة، من أخبرنا أن الجمع بين زوجتك وعمتها حرام؟ من أخبرك أن الجمع بين زوجتك وخالتها حرام؟ هل تستطيع أن تتزوج المرأة مع عمتها، أن تجمع بينهما؟ يقول لا، مستحيل شيخ. قل لما؟ القرآن الكريم يقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فقط. المحرم في نص التنزيل أن تتزوج الأختين معا، لكن من حرم جمع المرأة بعمتها؟ أجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حرم جمع المرأة بخالتها؟ إنه رسول الله. كيف بلغنا ذلك؟ من طرق الحديث الصحيحة الشريفة اللامعة البينة النضرة، أخذنا بها ووضعناها على عمامة رؤوسنا هكذا. فلتفعلوا ما تشاءون، القرآن هو تاج رؤوسنا والسنة تاج رؤوسنا. قال الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عن روحه ورضي الله عن روحه الشريفة وقدس الله قبره، يقول في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبقوله تعالى يعلمهم الكتاب والحكمة، قال الرسول يعلم الناس القرآن وهو الكتاب، ويعلمهم الحكمة وهي السنة، رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم. ألا فالسنة السنة، ألا وحصنوا عقولكم وقلوبكم ضد هؤلاء المشعوذين الذين ينشطون في هذه الأيام. عندما غابت الأسود يا سادة، عندما غابت الأسود يا سادة عن ساحة الوغى، حقا لكل فأر أن ينزل هذه الساحة وأن يقول ما شاء في من شاء متى شاء. أسأل الله أن يحمينا وإياكم وشبابنا من هؤلاء، وأن يكرمنا ربي سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هنا مدرسة محمد، البر لا يفنى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. أقول ما تسمعون وأستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله خير الخلق والبشر. اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقربة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واعلموا أن ضيوفكم معاشر السادة لا زالوا يجمعون لجمعيات خيرية كريمة مباركة تهتم بالعلم والتعليم والأرامل والفقراء والأيتام، ومعهم جمعية جامع إبراهيم الخليل، بل لجنة جامع إبراهيم الخليل يجمعون لتتمة مسجدهم، فمدوا لهؤلاء الإخوة يد العون وأجزلوا لهم العطاء وابسطوا على باب الباري عز وجل أيديكم، فإنه بلغنا أنه حي كريم يستحي إذا مدت إليه الأيدي أن يردها صفرا خائبة. اللهم يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا حليما غير عجول، نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير الذي خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك جبينه، أن تجعل اللهم لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل عسر يسرا. اللهم يا فارج الهم فرج همنا ونفس كربنا وارفع مقتك وغضبك عنا واحقن دماءنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نبرأ إليك من كل حول وقوة هو لنا، ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم آمن روعاتنا واغفر زلاتنا وأقل عثراتنا وثبت على الإيمان قلوبنا. جئناك طاهرين متوضئين، أنخنا المطايا على بابك وحسنا الظنون بجنابك ورفعنا الحاجات إليك، وقد قرأنا في كتابك العظيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف المهمات، يا ساتر العورات، لا تخرج واحدا منا من بيتك العظيم المبارك هذا إلا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه وجبرت خاطره وقضيت حاجته ورزقت فقيره ورزقت عقيمه وقضيت دينه ورفعت ذكره ووضعت وزره. يا جبار الخواطر، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تلطف بنا لطفك بعبادك الصالحين. اللهم ارزقنا في الدنيا محبتهم وفي الآخرة صحبتهم وألحقنا بهم في جنات النعيم. اللهم اجعل كل صالح عملناه وكل خير قدمناه في صحائف آبائنا وأمهاتنا وسابقة إلى قبورنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، والله يعلم ما تصنعون.